السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يوم جديد وروتين جديد، حطي لايك للفيديو. ولو اول مرة تشوفيني وقناتي عجبتك يا ريت تنوريني وتدوسي على كلمة اشتراك وتفعلي الجرس للكل علشان يوصلك كل جديد. النهاردة بقى يا بنات هنعمل الغدا مع بعض، غدا بسيط وسهل جدا، مش هياخد منك وقت خالص. ولكن قبل ما ندخل على الغدا، تعالوا هظبط بس شوية حاجات في الأوضة دي غرفة كده من غرف الولاد. عايزة بس أغير الفرش بتاعها. أنا في الشتاء يا بنات يعني بالذات أوض الولاد، يعني عندي ممكن أفرش ملاية تحت الدفاية و يعني أول مفرش اللي أنا هفرشه على سريري، ولكن عند الولاد بحب أفرش الدفاية كده على طول. لما بحط ملاية من تحت وبعد كده الدفاية، فهم بقى حركتهم كتير، يعني فبتلاقي الملاية بتتشد مع الدفاية. تمام، واخدين بالكم؟ بس فانا يعني من وجهة نظري انا شايفة ان الملاية ملهاش اي لازمة في الشتاء. لو الدفاية كبيرة وهتاخد إيه يعني هتفرشيها كده على المرتبة كلها، هتغطيها كلها تمام. وانا هنا عندي الدفايات ما شاء الله يعني كبار، ف بفرشهم بيغطوا المرتبة كلها. بس يا بنات المهم بقى مسكت الخشب كده، طيرت التراب كده على السريع، وشلت الدفايات وفرشت دفايات نظيفة، وغيرت الوشوش بتاعت المخدات. اول حاجه طبعا في الفيديو انا حطيت يا بنات مخدات. كان في مخدتين كده عايزين يتغسلوا، فبحط واحده واحده في الغساله. هطلعها معاكم. بصوا، عايزه اقول لكم بجد اختراع ان انت تحطي المخده، بس ما تكونش قطن طبعا. تحطيها في الغساله، وبعملها على درجه حراره على 100. بس وبتطلع زي الفل قشطه كده بجد. يعني المخده بتبقى هبطانه بعد ما بتتغسل، وبتطلعيها بتلاقيها نفشت معاكي كده، وما بتاخدش وقت خالص ان هي تنشف على فكره. ممكن تهويها، بس هي اصلا بتطلع ناشفه والله من الغساله. انا غسلت ال جي يا بنات، فبصراحه ما شاء الله عليها بتطلع ناشفه كده، يا دوب بهويها شويه والمخده عندي تبقى زي الفل. المهم يا بنات مسكت بقى السراير، غيرت الفرش، وهنا الكومودينو برضو هلمع الازاز. ما تسرحيش مع الفيديو، حطي لايك للفيديو. واهلا وسهلا بكل حد جديد اشترك في القناه، بجد نورتوني وشرفتوني. وشكرا لكل حد لاحظ ان انا الفيديو اللي فات صوتي كان تعبان شويه. هو فعلا بصراحة أنا واخدة دور برد كده الحمد لله يعني. ولكن انتوا عارفين يعني أنا من النوعية يعني باخد كل حاجة على رجلي. يعني مش بقى يجيلي شوية برد أتكلفت وأنام والكلام ده، لا. أي نعم، ممكن أصحى متأخر، ولكن شغل البيت اللي ورايا هو بقوم أشغل الغسالات، أروق البيت، أعمل الغدا. يعني بصي، طالما عندك ولاد فتعبانة مش تعبانة هتقفي وهتخلصي شغل البيت، هيبقى وراكي وراكي. فربنا يا رب يشفي كل مريض ويشفيني، دعواتكم بقى يا بنات. بس فالمهم، بشكركم جدا بجد على كومنتاتكم الجميلة. وانا الحمد لله احسن، يعني الحمد لله صوتي النهاردة احسن من الفيديو اللي فات. بس يا بنات انا كده خلاص لمعت المرايه. الفوط اللي انا مسحت بيها دي بنات كنت جايباها من خالد بن الوليد. كانت المجموعه دي مش فاكره 4 أو 5، كانوا ب20 جنيه. تمام، فاكرين يا بنات الفوط دي اول ما نزلت كانت ب7 جنيه ونص تقريبا او ب10 جنيه. بصوا بقت ب20 جنيه. المهم يا بنات هي بتبقى حلوه في التنظيف والتلميع والكلام ده، فجبت منها المجموعه دي. المهم يا بنات شفطت الارض بقى وايه والسراير خلاص، والمرايات، والاوضه عندي بقت زي الفل. الترابيزه دي يا بنات اللي كانت في البلكونه عندي، انا في الشتاء بدخلها بحطها في المطبخ، يا اما احطها في كورنر كده في اوضه. فانا حطيتها في الاوضه دي كده تحت الشباك. معرفش بقى هيبقى شكلها حلو ولا لا. ده اهي بصوا، اهي وحطيت عليها مفرش كده وفازه صغيره. قلت حد من الولاد لو حد عايز ياكل كده، ياكل عليها، يحط عليها يعني. وفي نفس الوقت شكلها حلو، ومش هتعمل أزمة للدولاب لأن الدولاب عندي جرار اللي هو بتاع أوضة الولاد. بس يا بنات الدفايات اللي شلتها رحت على طول حطاها كده في الغسالة علشان تتغسل. هنا عندي الغسالة التانية، بصوا المخدة أنا حاطة واحدة بس. بصوا يا بنات نفشت ازاي، بجد والله العظيم مش بتكلكع ولا أي حاجة. اهي حطيها بقى كده على سور البلكونة وتتهوى كده بس، وعلى بالليل بجد هتكون ناشفة وتقدري تستخدميها.
هنا يا بنات جبت ايه بصلتين وحفرمهم. دخلت بقى ايه على المطبخ، طبعا اخدت بريك شوية بعد ما خلصت الأوضة وغيرت هدومي وكده، وبعدين ايه دخلت على المطبخ فرمت البصلتين دول. تمام. هنزل بقى ايه، انا عايزة المية بتاعتها اهو، هصفيها بقى من المية. هستخدم برضو المية وهستخدم البصل. تمام. عندي يا بنات هنا نص كيلو لحمة مفروم، وهعمل كفتة. طريقة الكفتة دي يا بنات بجد حلوة جدا وسهلة جدا، ودي اكتر طريقة انا بحب اعملها. طبعا الكفتة عندنا ليها كذا طريقة. حطيت يا بنات نص معلقة ملح، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة سبع بهارات، وحوالي برضو نص معلقة بابريكا. يبقى ملح وفلفل، سبع بهارات، بابريكا، وبصل بودر. تمام يا بنات. وهنا عندي البيكنج باودر، اخدت كده ايه نص معلقه برضو بيكنج باودر. تمام. هنا بقى عندي البقسماط المطحون ده، اخدت معلقتين كبار كده، بس برضو ايه هرجع احتاج تاني. والتركية القمر دي بقى بصي، حته ليا بشوريها، قطعيها حتت صغيره. اخدت يا بنات بصلايه واحده من البصلتين اللي انا فرمتهم، والبصله التانية هعمل بيها الرز. هعمله برضو بطريقه حلوه قوي هتعجبكم. هنا يا بنات مسكت بقى اللحمه بتاعتي، البصل مع البهارات، وابتديت اعجنها كده مع بعض. اعجنيها بقى كويس قوي بحيث كله كده يختلط مع بعض. البصل بقى مع البهارات، وشمي ريحتها. بصوا انا هنا حسيت ان هي محتاجه بقسماط تاني، فحطيت معلقه. تمام. طبعا في كذا طريقه، زي ما انا قلت لكم. هنا الكفتة بتاعتي هحطها في التلاجة ترتاح حوالي نص ساعة، وبعد كده هطلعها أصبعها. تعالوا بقى نعمل الرز. هعمل يا بنات معاكم رز مبهر. جبت الطاسة بتاعتي، حطيت حوالي كده معلقتين 3 زيت، ونزلت بالبصلاية بتاعتي اللي أنا فرماها، وحوالي فص أو فصين توم مفرومين. تمام. تشم الريحة كده يتشوحوا. انزلي بقى بالليمون اللومي، وبالقرفة الخشب، وبالفلفل ده الأحمر ده، وحوالي 5 وحدات قرنفل، و5 وحدات حبهان. تمام. وهبتدي بقى اشوح الكلام الجميل ده اللي هيطلع ريحة حلوة قوي كده. حطيت يا بنات حوالي معلقتين صغيرين ممسوحين كده كركم. هشوح بقى كل الكلام الجميل ده مع بعض. كنت غاسله الرز يا بنات ومصفياه، ده رز مصري عادي. تقدري تعمليه برز بسمتي، تقدري تعمليه برز عادي اللي هو المصري، هيديكي والله نفس النتيجة، ولكن الرز البسمتي للأمانة بيبقى أخف شوية طبعا. تمام. حطيت بقى يا بنات هنا ظبطت الملح، حطيت الملح بقى، ونزلت بالمية المغلية. لو انت هتعمليه بالرز المصري، بتحطي حوالي معلقة كوبايتين، يعني على الكوبايتين الرز كوبايتين ونص كده مية. يعني كوباية الرز بتاخد كوباية وربع مية، ولكن الرز البسمتي الكوباية بتاخد كوبايتين مية. تمام. وبعد كده يا بنات نزلت بقى بعد ما الرز اتشرب عندي، وطيت عليه وحطيت الشياطة، وحطيت شوية زبيب، وحطيت رشة زعفران. تمام. الزعفران يا بنات متوفر عند العطار، ولكن ده بصراحة كان جايلي من الخليج. بجد يعني الازازة الصغنونة دي عندي بقالها كتير قوي، يا دوب كده بتاخدي منها رشة للرز، او لو هتتبلي فراخ عشان لو بتحبي يعني تديها لون او كده، فبتقعد عندك فترة طويلة. ولكن انا بصراحة عمري ما اشتريته من مصر، ولكن ممكن تلاقيه، يعني اكيد موجود عند العطار. كل حاجة موجودة بره موجودة هنا. بس يا بنات هنا بقى الكفتة عندي ارتاحت حوالي نص ساعة كده في التلاجة، وبقيت احط ايدي كده في مية البصل، واصبع الكفتة كده بالشكل ده على المسن. تقدري تعملي بقى بايد معلقة، بالمسن، باي حاجة كده رفيعة، بحيث اني الكفتة بتاعتك تبقى مفرغة كده من جوه. تمام. في بعد السوا بقى يا بنات هتلاقوها هشة كده وحلوة جدا. اهو يا بنات بعد كده اخدت بقى ميه البصل، قعدت ادهن بقى الكفته كده من على الوش. تقدري تضيفي معلقه صلصه فوق ميه البصل وتدهني، ولكن انا ما كانش عندي صلصه بصراحه، فاخدت ميه البصل كده ودهنتها على الوش ربع ساعه بس يا بنات، وتطلعيها على طول عشان ما تنشفش منك. هنا يا بنات طبعا على الشبكه اللي في النص. تمام. وتكوني فاتحه الفرن قبلها. هنا يا بنات الرز عندي اتشرب، ابتديت بقى اقلبه كده. انا لما حطيت الزعفران ما قلبتهوش،
تمام. بس قلبته بقى هتلاقوا بقى الرز معاكم ايه، رزايه ورزايه كده، واحده صفرا واحده حمرا، بجد بيبقى حلو قوي وطعمه حلو جدا. الكفته يا بنات عندي خلاص اهي خلصت. بصوا عايزه اقول لكم بجد جباره التركية بقى دي يا بنات، عايزين تعملوها اعملوها، عشان في بيقولوا لي بقى ايه، لا الحركه دي مش صحيه، لو انت مش حابه ما تعملهاش. هنا فحم، وحطيتها في ورق فويل، وحطيت عليها معلقه زيت كده وغطيتها تمام، هيديكي كده نكهه المشاوي كده. بصوا الرز بجد مفرفر كده وجميل ولونه حلو جدا. تعالوا بقى يا بنات، عايزه اقول لكم لما بتحطي اللية كمان على يعني انا لما بجيب لحمه مفرومه واوديها عند حد عشان يشويها لي، ده القرنفل يا بنات شيلوه بقى عشان ايه ما تعكننوش على الولاد. بس بتاع المشاوي اللي بيشوي بيضيف على اللحمه حته اللية دي، بجد بتوديها، هتوديكي في حته تانية خالص بجد. جربي كده اللي انت تبشري ليا، اللي هي اللي هي بتاعت الخروف، حته صغيره كده على اللحمه. بصوا عندي الرز بقى يا بنات، اللون ومع الزبيب، انا بحب الرز جدا مع الزبيب. بصوا بجد اكله بسيطه وسهله، مش هتاخد منك وقت خالص. تقدري بقى تحطي مخلل، تعملي سلطه، حمري بطاطس، زي ما انت عايزه. بصوا الرز بجد، بصوا اللون. اتمنى ان هو يعجبكم يا بنات، وده الفيديو بتاع النهارده. لو عجبك لايك واشتراك في القناه، لو مش مشتركه فعلي الجرس للكل علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.